حكمت المحكمة على المدعو محمد صلاح بأن كل ما نشوفه نتفل عليه ونتذكر احنا سميناه فخر العرب، وسيتم تغيير اسم هذا المنحط التافه المطبع إلى شنغول حلالة. السلام عليكم. اسكت يا السحبة يا منافق. صلوا على النبي نتفاهم، صلوا على النبي. اولا انا ما بتطلعون عليه اشاعات وعندي بس 200 متابع. ثانيا عندي ظروف. كذاب يا منافق. كلب. منو قال كلب؟ أنا. اصلبوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شي مو آسف طبعا على السحبة اللي كنت قاعد امتحن ثالث متوسط. الموضوع أصعب من إقناع أبوك إنك مريض وباكر عندك دوام، والحمد لله أخيرا انتهت الامتحانات. أخيرا أقدر أركض النقال بسلام. عندي وقت كافي إن أنزل 1,000,000 مقطع وحتى اليوتيوب. أخيرا أقدر. يلا نشبدر، أنا فرحان. تمنو ذن لك تحكي سلامات. وين قاعدين؟ اصلبوه. المهم اليوم راح أقول لكم تجربتي الشخصية والثالث متوسط. ولتس جو على الأرض. بداية الثالث سجلت مدرسة أهلية أو خاصة، وتعرفت على المدرسين والطلاب اللي هناك. عن تجربتي مدرسة أهلية راح أقول لكم النقاط السلبية والإيجابية. النقاط الإيجابية: المعلمين هناك محترمين، هناك اكو سبالة. المدرسة شوية نظامية أكثر من الحكومية، والطلاب شوية واعين أكثر من طلاب المدرسة الحكومية. أما سلبياتها: صغيرة، نشاطاتها قليلة. المهم بداية الدراسة، أول شي اصطفنا اصطفاف، والمدير عرفنا على المدرسة التافهة مالته. ظل يقول حكي ما حد يهتم، وأنا الشي الوحيد أتذكره: علاوي حبيب قلبي ابو حسين، انا خادمكم الصغير. انت عندك نقص بشخصيتك بسبب اهلك يجوز سايقين عليك، او ولد المنطقه مسوي لك ميز مال تنمر عليك وعلى شكلك، فلهذا تريد تعوض النقص اللي بداخلك بهيك سوالف فارغه مثلك ومثل. هو وحمسنا عن فعاليات، وقال احنا راح نروح كل اماكن بالعراق وراح نفطر ونتونس ونروح النوادي. الفعالية الوحيدة اللي كانت لما راح سفرة لمدينة العاب وما رحت. ليش يبا؟ ها، عندي سفرة عادي اروح؟ لا، انا اوديك الاحسن من مدينة العاب. وياه مرت الايام وجت نص السنة وامتحنا نص السنة، وقلت لازم اليوم اجيب الاول. حرفيا درست وامتحنت وانتهت الامتحانات، وكل المواد كانت عالية الا مادتين هن الاخس: كيمياء والفيزياء. لحظة بس وحدة احكيكم عن مدرستنا. كانت بيها مشكلة واحدة بس: المدرسين كانوا كلهم زينين الا مدرسين: مدرس كيمياء، مدرس فيزياء، او مدرسين فيزياء. هسه ليش قلت انا هو مدرسين مو مدرس؟ لان حرفيا درسنا بسنة واحدة 3 مدرسين، كل ساعة يجي مدرس مختلف، واخر مدرس حتى ما كمل مادة. يعني تخيل، اول مدرس اجى درسنا بس الفصل الاول، درسنا على حذوفات 2023. استاذ احنا بسنة 2024 ليش درسنا حذوفات السنة الماضية؟ لأن يمكن يرجعونها. اما المدرس الثاني فهو اجى بعد المدرس الاول، لين صارت مشكلة بين المدرسة والمدير: انت كلب التحمار. اظن عن راتب المشكلة. وهي ما كانت احسن مدرسة بالعالم، بس كانت تغزل وتفل سفلة. ويا المدرس الثاني اجى بعد المدرس ولو هو مدرس من بغداد، وكان يدرس ويا حيدر وليد وهو شايب. انا اول ما شفته قلت الله، نجحنا السنة. بس للأسف كانت هاي كلها أحلام العصر، والمدرس كان شرح زبالة وما يشرح الحفظيات، بس الشرح كله عن الفهم، ويجي مرة بالسنة ولو اجى مرة بالأسبوع فهاي معجزة. وحذف نص الكتاب على اساس حذوفات ديك السنة. نفس المدرس الاول، هاي نفس المشكلة اللي بيهم اثنينهم. وطبعا من كثر الشكاوي اللي جت على الاستاذ فهو طرد من المدرسة وبدلوا لنا باستاذ جديد. وبعد نص السنة وبعد كل شيء اجى مدرس الاخير واللي هو الثالث، وباخش جابه مدرس نيرد لابس نظارات مشيته غبية. كان ملزمته 24 ساعة، وكل ساعة يعلن الدورة: شباب احنا فاتحين دورة بكذا كذا مكان، تعالوا حتى تنجحون. ليش ما درسنا هنا؟ من المواقف اللي صارت وياي الاستاذ الثالث قال لي: انا اريد منكم شيئين كذا وكذا. وانا لما قال لي شيئين فظلت اعد بصابعي حتى شوي اتذكر استوعبهن. فعديت بصابعي، شاف اصبع واحد مرفوع من يدي عبالي اني اريد اوقف، فقال لي: شنو ولادي شو تريد تسأل؟ استاذ ما اريد شي، سلامتك بس. هاي اللي الواتة ما تمشي عليها، عبالك كان الزطط مثلك لو تعيدها مرة ثانية اوديك للمدير. ان شاء الله استاذ.
ويا ظلت حزازيات بيني وبين هذا الاستاذ نهاية السنة. ومن المواقف الثانية صارت في اني كنت قاعد من الصبح وهو اجى اول درس، كنت شوي دايخ ومو نايم عدل لان موقف صار بشهر رمضان، وبوقتها انا كنت سهران فتمغطت شوي. والاستاذ انت لو تعيد هالحركة اوديك للمدير. استاذ يعني شنو ما تمغط؟ والمشكلة بعد هذا كله حساسيات هو ما خلص المادة، يعني تخيل في الفصل الثاني والتاسع وما كملهن. اما مدرس الكيمياء فكان يسخط بالشرح ما كان يشرح عدل، يعني هذا الاستاذ يفرح لما يحاسب الطلاب اللي يجي وتلقى الصف مقلوب تحت حد وما حد معبر الاستاذ. المهم نرجع لنص السنة. الكيمياء كانت أهون، أخذ بها 76 من 100، يعني أقل من الباقيات بال90 أقل شيء. الفيزياء أخذت بها 50. طبعا الحمد لله اثنين الناجح. بس لما سمعت حكي أستاذ الفيزياء انتو طبعا أولادي أغلبكم غاسبوني رفعت كم من يمي في الفضل مني، فالجايب 0 رفعته لل20 والجايب 30 خليته 50. هنا اكتشفت اني ضعيف بالمادتين، بس انا صراحة ما كنت مصدق استاذ لاني حليت معادلات عدل، بس هي يعني هددنا تهديد خفيف. اللي يريد يتأكد فانا راح اصحح له التصحيح مركز. فكلها خافت على درجاتها، ما حد اعترض على التصحيح. طبعا بعد الشهر اجى رمضان، واللي هو بسم الله الرحمن الرحيم بداية الشهر امتحانات، ونهاية شهر رمضان امتحانات الشهر الرابع. ويا عدت الامتحانات على خير وطلعت ناجح ومؤهل للوزارة الحمد لله. قامت الامتحانات نزلت وانا كنت اتعشى بمن الله. باخر رمضان ارسل لي واحد من اخواني ورقة الشعوذة هاي طالعة قدامكم. فطبعا هاي كانت مشكلة بعد ما خلصت من الدوام مدرسة. خلصنا عندنا نقص مثلا الرياضيات ما خلصنا فصل كامل واللي هو فصل الخامس، والفيزياء ترك فصلين. قالوا لنا هي هاي خلصت السنة درس الوزاري. شنو خلاص والمواد ما كملناها. خدت ولي تعال هاي وين فلوسي؟ فلوسك شبيهن؟ غير دافع فلوس انا؟ هي بقت على فصلين. شنو بقت على فصلين؟ لا تخبطني رجع فلوسي. وخلانا ندرس الفصلين مثل مطايق اكرمكم الله. هاي شو ثاني يوم يعلنون عن بدء تقوية بفلوس. طبعا بديت الدراسة قبل 35 يوم من الامتحانات. أول شي بديت بمواد السهلة واللي هي الإسلامية، خلصتها بيوم. بعدها العربي وقسمت القسمين، خلصت أدب الفصل الأول بيوم وأدب الفصل الثاني والقواعد كاملة اليوم الثاني. وهنا بدأ الجد بعد ما خلصت المواد السهلة اجت المواد الصعبة. سويت الجدول نيردات، مثل الصبح أحياء، الظهر والعصر إنجليزي، الليل رياضيات. وبقيت على هذا الحال تقريبا 30 يوم والله أعلم. اول امتحان كان عندنا عربي واسلامي، وجا يوم الامتحان قعدت الساعة 5:30 جهزت ورحت المدرسة. مشكلته المواعيد، انا اجي قبلها بنص ساعة. فتحوا باب المدرسة وظلنا يفتشون عبالك داخل الخضراء. يفتح المحفظة، فتحتها ما بيها شيء. اكو شي بجيوبك؟ لا. ترى اذا اكو براشيم تنطرد من قاعة الامتحان وترسب. شنو يا خالد ما تصدق بيها بعد فد مرة اقول انزع جرابك. دخلنا القاعة لقيت بها اسمي ولقيت منطقة الرحلة، قلت اوكي هذا مكاني خير اروح اقعد. رحت قعدت حرفيا يمكن اكثر من 3 مرات قوموني وقعدوني، بالنهاية المكان اول مرة قعدت به هو الصح. المهم انطوني دفتر امتحاني، واصعب شيء هي الاسئلة الموجودة بالدفتر امتحاني. اسمك، رقم الامتحاني، المحافظة، المدرسة. اسمك هاي دبرها تب محمد بخط الدكاترة، ورقم الامتحان اصعب من الامتحان نفسه، بحيث اذا غلطت برقم جي. المحافظة سهلة اكيد اليمن. المدرسة ثانوية كذا كذا. الاهلية للبنين طويلة شلون تكفي الخانة انطوني اياها. وبعدين عرفت ان تكفي لازم تختصر كلمة ثانوية تكتب ثا شطبة. المهم جت الاسئلة وحس صار بي صداع باظفر اذني. اول خانة كانوا حاطين بها الاسلامية، خانة الاسلامية كانت كلش سهلة. الخانة الثانية قواعد، لو تجيب المتنبي ونزار قباني والسياب واحمد شوقي والخيل والبيداء ما يحلها. القواعد كانت كلش صعبة، اما الادب والاملاء فسهلة. ثاني امتحان كان الانجليزي، جاب القطعتين ما مضبطهن. سبحان الله سبحان الله. ورا انجليزي اجى الرياضيات ودرست الفصل كلها الا الفصل الخامس. واجى يوم الامتحان وكانت الاسئله طبعا بقول الطلاب اللي درسوا عن مرشحات، قالوا ان الاسئله مختلفه عن باقي السنين. صح الاسئله جت مختلفه عن باقي السنين، بس ما جت من غير كتاب. اصعب شيء هو السؤال الثالث السؤال الثالث حليته مرتين وغلط.
انا حسب لي شخصيا هو الكاتب السؤال الثالث السؤال الثالث ظل يجيني بالكوابيس وبالاحلام بكل شيء صرت اشوفه والخبث والخبائث بالحمام. المهم الحمد لله الامتحان عدى، باقي الأسئلة عوضت عن السؤال الثالث. وراها الاجتماعيات الأحياء واثنينهن very easy. ولله الحمد أخيرا هسه اجانا الآخر امتحانين، كيمياء وراها الفيزياء. أما عن الكيمياء صراحة أنا درست كل شيء بها، درستها دراسة مركزة. نصيحة للطلاب السنة الجاية راح يجون الثالث لا يحفظون المعادلات. صراحة حفظت كل المعادلات وسبحان الله بالنهاية بالامتحان كله نسيته وطريقة تحضيرها نسيته، بس الحمد لله باقي الأسئلة عوضت عن هذا السؤال. وراها امتحان فيزياء واللي هو كان الأسوأ والأزبل والأخبث، وأنا صراحة مالي بالفيزياء الدلك والحث الكهرومغناطيسي السالب على الموجة. المهم درستها وجا يوم الامتحان والأسئلة كانت من جهنم. المعادلات حليت أغلبها غلط والأسوأ ما كاتبين حتى مع تمنياتي لكم بالنجاح بالنهاية، كنا يقول إذا أنت زلمة انجح. المهم رجعت للبيت بعد هذا الامتحان وقلت الله الحرية، خير افتكيت من الامتحانات والثالث الزفت. رجعت البيت دخلت وأنا فرحان، كضيت نقالي فتحته نطافي ليش عطى البراتر. المهم باختصار الثالث متوسط بالعراق عبارة عن تحميلة، فما بالك بالسادس. ويا أحس المقطع صار طويل، فسلام.